معروف في كتب التاريخ ان الفرنسيين هزموا المماليك، بس دي مش كل الحقيقة. عشان الكلام في سركم، الفرنسيين مش عاوزين يوضحوا ضعفهم. في عام 1814 فرانسيسكو دي جويا رسم لوحة بعنوان هجوم المماليك في ذكرى ثورة مدريد سنة 1808. والمدهش مش بس اسم اللوحة، لا، ده كمان هيئة الفرسان ذو البشرة السمراء وملابس أقرب للعربية، وده لأن الفرنسيين استعانوا بالمماليك لإخماد ثورة الأسبان، وده حصل بعد حرب إمبابة سنة 1798 لقوتهم الاستثنائية. نابليون لما دخل مصر أعجب جدا بالفرسان المماليك وشجاعتهم، لدرجة إنه جند كتير منهم للجيش ولحراسته الشخصية، وحاربوا معاه في حروب حاسمة، مما أدى إلى لفت أنظار الجيوش الأوروبية للمقاتلين المماليك. بالنسبة للجيش البريطاني نسخ أسلوب دفاع المماليك وقتالهم وحتى أسلحتهم، حتى أطفال والنساء في بريطانيا بدأوا يلبسوا زي أزياء الفرسان المماليك. خلينا نفهم بس سبب إعجاب نابليون من الأساس للمماليك. بعد وصول نابليون مشارف اسكندرية 30 يوليو 1798 بحملة مكونة من 36,000 جندي محملين على 300 سفينة ومدفعية، استطاع نابليون بسرعة الاستيلاء على المدينة. طب ليه المدينة ما دفعتش عن نفسها؟ بسبب عدم وجود قوة عسكرية نظامية سوى فرقة انكشارية عددهم 500 مقاتل. بس 500 مقاتل دول قتل 300 جندي فرنسي، وأصاب الجنرال بابتيست كليبر بطلق ناري، وقربوا يقتلوا نابليون، بس للأسف رصاصة جت في الحذاء بتاعه، ولما فتشوا عن القناص كان راجل وزوجته وتم قتلهم. الجنرال ماري ريني سفاري كان بيسخر من جهل المصريين بعلم المدفعية والتعامل بالسلاح، وإن عدد المدفعية والبارود قليل جدا بالمقارنة للمدافع الفرنسية. بس الكلام ده بيتنافى مع إصابة كليبر ومنه بطلق ناري ومحاولة قتل نابليون. المشهد هنا كان بيحاول يترسم إن المماليك جحافل حملة السيوف البدائية في مواجهة الأسلحة الحديثة. بعد ما اقتحم الفرنسيين اسكندرية وذبحوا كل المدافعين عنها، حتى اللي احتلوا في المساجد تم ذبحهم. الجنرال جوزيف بويير قال إن هم فضلوا 4 ساعات كاملين يذبحوا في الرجال والنساء والأطفال، ولما خلصوا وسيطروا على المدينة أخذوا رحلة صعبة جدا في عز الصيف إلى مدينة الجيزة. وهنا وقعت معركة تانية في شبرا خيط يوم 13 يوليو 1789، وكانت قوة صغيرة بقيادة مراد بيك المسؤول عن تنظيم الحج. نقف شوية عند مراد بيك. هو رجل شديد الضخامة ذو لحية شقراء وعرف بقوته البدنية. مراد بيك أخذ 4000 رجل والآلاف من البدو والفلاحين المصريين المتطوعين في الجهاد، وفي مسيرتهم كانوا بيكبروا في وجه العدو بصيحات أفزعت الجنود الفرنسيين، وده نقلا عن مذكرتهم. نابليون ما كانش كل همه الانتصار في المعركة، لا، ده كمان الغنائم اللي هيحصل عليها، وده لأن المماليك كانوا لابسين حلي وثياب فخمة وأحجار كريمة نادرة. خلينا بس نحلل المشهد. جيش فرنسي واقف بكل عتاده، بس الجنود قصار القامة، وده بشهادة إريك هوزنباوم أهم مؤرخ تاريخي في القرن العشرين. واقف قدامه جنود المماليك مفتولي العضلات وممشوقي القوام، وده ظهر بوضوح في رسوم الفنانين الفرنسيين في وصف معركة إمبابة. طيب لو زي ما بيقول المؤرخ وطبقا لرسم الفنان، هو ليه المماليك انهزموا؟ ده عشان بسبب مهم جدا، وهو افتقارهم للعلم والتنظيم العسكري. الفرنسيين اتعاملوا ان الحرب علم في المقام الاول وخطة جيدة في المقام الثاني، اما المماليك فاستخدموا تكتيك عسكري واحد وهو سلاح الفرسان. المماليك كل واحد راكب حصانه وماسك في ايده مسدسه وسيفه، في مقابل نابليون اللي عنده خلفية كبيرة عن طريقة تكتيكات المماليك في الحروب السابقة لهم مع الروس والنمساويين.
فكان محضر خطة محكمة للقتال المماليك. للأسف ما عرفوش يستوعبوها. نابليون صنع من قواته مستطيلات مجوفة غطوا مساحة 12500 متر مربع و9 مدافع في كل زاوية، وده يخلي شكل النيران مكثف ودقيق وغير مسبوق. أكيد بيدور في أذهانكم إن جيش المماليك مختلف، ولكن الحقيقة مش كده. نابليون صمم الجيش بتاعه على أساس فيالق متقسمة سهلة الحركة كأنها شطرنج. حتى أكبر الجيوش الأوروبية ما عرفتش تفهم الخطة دي، وكانت الجيوش الأوروبية بتتحرك ككتلة واحدة، وده يؤدي لحسم المعركة لصالح نابليون. وللأسف المماليك وقعت في نفس الفخ. يبقى خلينا متأكدين من نقطة، إن شجاعة ومهارة المملوك الواحد أكتر بكتير من جنود فرنسيين، وإن كفاءة 100 مملوكي بتساوي 150 جندي فرنسي. بس 300 جندي فرنسي بخطة سليمة يلزم 300 جندي مملوكي، ولو زودنا الجنود الفرنسيين ل1000 جندي يقدروا يهزموا 1500 مملوكي. خلينا نسيب معركة شبرخيت واللي انسحب منها المماليك ونروح لنهر النيل. كان الأسطول الفرنسي واقف أمام الأسطول العثماني، وهنا الناحية التكنولوجية بس الطرفين متكافئين. استطاع الأسطول العثماني الاستيلاء على بعض السفن الفرنسية وقتلوا بعض الطواقم عليها، ووصلت خسارة الفرنسيين للبحارة 70 قتيل. في روايات حاولت تشوه نصر الأسطول العثماني إنه لما سمع الانفجارات هرب خارج مجرى النيل. كنت بجوار العلم ورأيت بجانبي المماليك الجرحى وهم يحترقون، ومع ذلك يحاولون بسيوفهم قطع أرجل جنودنا في الصفوف الأمامية. لم أرى قط رجالا أكثر شجاعة وتصميما. ده اللي اتقال من مذكرات أحد الجنود الفرنسيين اللي شاركوا في الحرب دي. دلوقتي نابليون بدأ الزحف على القاهرة. المماليك المرة دي جاهزين للمعركة والدفاع. طبعا احنا بنتكلم عن معركة إمبابة أو معركة الأهرامات، ودي كانت في 21 يوليو 1798. عدد جيوش المماليك 140 ألف مقاتل بين مماليك وجنود عرب وانكشاريين وفلاحين مصريين مسلحين بعربات بدائية. المماليك حصنوا الضفة اليسرى من النيل في قرية إمبابة بين نهر النيل والأهرامات. أما إبراهيم بيك كان معاه القليل من القوات بعدد 18 ألف فلاح مصري. طبعا نابليون استخدم نفس التكتيك المستطيلات، نظم 6 صفوف من الجنود في العمق والأمام والخلف، و3 صفوف على كل جانب، والمدافع كانت في الزوايا. المماليك دخلوا الحرب على خيولهم الأصيلة شديدة الجمال واللي عجبت نابليون، ومعاه سيف، بندقية، و2 مسدسات ورمح وخنجر، والدرع الأساسي بتاعه وهو الشجاعة. نابليون كان مخطط كويس جدا للحرب دي، وعارف المماليك هيعملوا ايه، فسابهم يقربوا منه، وفي الوقت المناسب استقبلهم بالنيرانة، وبكده ما هدروش ولا خرطوشة واحدة. صحيح نابليون وصف المماليك انهم قاتلوا كالأسود وكانوا بيرموا نفسهم في النار بفدائية كبيرة، بس فين العنصر الأساسي التكتيك؟ نابليون بدأ بعد كده يحرك جيوشه بمرونة كبيرة شن بيها جيش المماليك، لدرجة ان جيش إبراهيم بيك قعد على الضفة الشرقية عاجز عن عمل اي شيء، والباقي شايف ان الفدائية مش نافعة فيربوا مع مراد بيك للصعيد. أما إبراهيم بيك وجيوشه خدوا طريق الجيزة لحد ما وصلوا سوريا، وبالنسبة لباقي من المصريين والمماليك نطوا في النيل وحاولوا يوصلوا للبر التاني، ولكن التماسيح أكلتهم، والقلة الفرنسيين قتلوهم. تقدر القتلى في المعركة دي 10,000 قتيل، منهم 7,000 مملوكي. أما جيش نابليون فقد عشرات ومئات الجرحى. وطبعا مش عاوز أحكي لكم إن نابليون استنى أشلاء المقتولين على ضفاف النيل عشان ياخد الأحجار الكريمة اللي كانت معاهم وملابسهم الحرير والأسلحة المزينة. في النهاية لابد الإجابة على السؤال ده، هو إمتى إحنا هنقلد الغرب في تكتيكاتهم
بدل الحاجات التانية اللي بتضعفنا وبتزيدنا تخلف. وبالمرة أسألك عزيزي المشاهد، عرفت